الجيش السوري، لمصلحة الجيش السوري. وبعد ذلك يأتي الهدف من جانب أحمد الأشقر الذي يأتي بالهدف الأول في المباراة. وهذا يعني عزيز المتابع أن الجيش السوري في المسار السليم، في المسار السليم. قبل هذه المباراة كانت لديه 4 نقاط، فاز في مباراة وتعادل في واحدة وتعادل في أخرى. الوحدات قبل هذه المباراة لديه 6 نقاط من خلال فوزه في أول جولتين. كرة ملعوبة للوحدات، هنا تصويبة ولكن مدنية بكل سهولة يمسك الكرة الماضية. الكرة كانت سهلة، ليست بتلك الكرة الصعبة على مدنية، لكن من خلال هذه وجد لنفسه زاوية التصويب، أتى بالتصويبة معلنا عن التقدم بالنسبة للجيش السوري. الله الله، قال لها اذهبي عانقي تلك الشباك، اذهبي عانقي تلك الشباك. أحمد الأشقر الذي يسجل هنا الهدف الأول بالنسبة للجيش السوري في هذه المباراة. هذه اللحظات سترسل على يسار حارس المرمى. أحمد مدنية في المرمى إلى الأمام لكن تبعد، تتخلص. بعد ذلك تلعب لمصلحة الوحدات في هذه اللحظات إلى الأمام. الله الله على كرة، على الروعة من جانب الوحدات في عملية التصويب وفي عملية التمرير وفي عملية استقبال الكرة. بهاء فيصل كان قريب جدا من أن يسجل واحد من الأهداف الخالدة. لاحظوا 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 لاحظوا، أوه الله 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 على طريقة لاحظ كيف قرر، متى قرر أن ينفذ الكرة بهذه الطريقة. جب علينا لوم حارس المرمى، لا أعتقد ذلك، لأن حارس المرمى مسألة تألقه ومسألة مستويات التي يقدمها ومسألة تقييمها، يعني لا يمكن أن يقيم من خلال هكذا كرات، لأن الكرة صوبت من مكان بعيد، الكرة كانت أرضية، حجبت الرؤية من أمامه، لم يتمكن من مشاهدة الكرة في الهدف المسجل، ولا الهدف كان سريع. لاحظ الله يا بهاء، الله يا بهاء فيصل، الله يا بهاء فيصل. كنا قريبين من أن ننعم بمساء جميل لو سجلت الهدف بالطريقة التي يعني كنت تنوي التسجيل بها يا بهاء فيصل. تبديل ثالث واخيق الذي بدأت تتقلص بعد تسجيل الهدف من قبل الدفاعات المحكمة المنظمة من جانب الجيش السوري. طبيعي جدا تقدم بهدف، من الطبيعي أن يحافظ على هذا التقدم، ومن الطبيعي كذلك أيضا أن يحافظ على هذا الهدف المسجل بالنسبة لهذه المباراة. أمامية ملعوبة من جديد لمصلحة فيكتور دومبيا أو فيكتور ديمبا، ديمبا. لحظات خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء، خطر يقترب الآن. على كرة وعلى مطالبات مستمرة، المطالبات مستمرة، ولكن حكم المباراة يأمر بالاستمرار، ولا أعتقد بأن هنالك ركلة جزاء يستوجب على الحكم إشهارها أو احتسابها في الكرة الماضية، لا أعتقد ذلك. هنا تصويبة من بعيد باسل إلى الدقيقة الأخيرة من عمر شوط المباراة الثاني لهذه المباراة، بالتالي 6 دقائق تضاف إلى الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. 6 دقائق يضيفها هذا الحكم السيد تانتاشيف، حكم أوزبكي. هذا السد الذي حضر في آخر حضور عربي وآخر بطل عربي الذي يعتبر طبعا بالنسبة للفرق العربية في بطولة دوري أبطال آسيا، رشان إيرماتوف، ويسمى في بلادها أيضا كذلك بروشان إيرماتوف. أمامية للوحدات الأردني، مطالبات حكم المباراة لا يستمع لكل هذه المطالبات. وبالمناسبة رشان إيرماتوف حقق رقما قياسيا ثابتا.
على مطالبات في كرة اللاعب أدهم القريشي في الوضعية الماضية بوجود لمسة يد. بالفعل اللمس كان موجود، ولكن حكم المباراة لم يحرك ساك. لكن عزيز المتابع، اليد جزء لا يتجزأ من جسم اللاعب، وفي بعض الحالات يحدث لمس غير متعمد، ولكن اليد ليست في وضعيتها الطبيعية. يعني لمس اللاعب مثلا في عملية تحليقها وفي عملية قفزه إلى الهواء لإبعاد كرة أو لتخليص كرة تجعل يستند على يديه، بالتالي اليد قد لا تكون في وضعيتها الطبيعية، مرتفعة نوعا ما، وحدثت الملامسة بشكل غير متعمد. بالتالي هي حالات ترجع الأمور لحكم المباراة فيها في عملية احتسابها من عدم في مثل هكذا حالات في عالم كرة القدم. الوقت يمضي مشاهدينا الكرام، ونتحدث هنا عن آخر دقيقة تقريبا متبقية على الوقت المضاف، على نهاية الوقت المضاف لهذه المباراة. 1-0 لمصلحة الجيش، الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد في المجموعة الأولى، مجموعة الوحدات والجيش، وكذلك هلال القدس الفلسطيني والنجم اللبناني. تصويبة هنا من بعيد تذهب إلى خارج أرضية الملعب. قبل هذه المباراة وقبل هذه الجولة كان الوحدة السوري أو الوحدات السوري هو من أو الوحدات الأردني أيضا هنالك الوحدات أو الوحدة السوري الذي وصل إلى المباراة النهائية لهذه المسابقة في عام 2004. على كل الوحدات الأردني قبل هذه المباراة كان هو المتصدر ب6 نقاط، لكن مع هذه المباراة وكان الجيش السوري الوصيب ب4 نقاط، لكن مع هذه المباراة ومع نهايتها ستتغير هذه الحسبة، وبالتالي الصدارة ستصبح لمصلحة نادي الجيش السوري بهدف المسجل في هذه المباراة. بالتالي مشاهدينا الكرام يؤكد على ذلك بصافرة حكم المباراة.